ضمن النهائي مباراة فوز في الجولة الثالثة أمام قوافل القبصة. مستقبل رياضي بالقصرين منتشي بفوز ومستقبل القصرين والانطلاق امتلاك أول لمستقبل القصرين يخسر النقاط. حمزة لطيف هذه التوزيعة، محمد الجبالي بساق اليسار يعود الكرة على نقطة علي محمد بن علي. التوزيع لا يختار أنه يدخل واحد دكات والفارق، وهذا تدخل في الكرة في اتجاه دائما الكرة والأجمل معكس، هذه كرة خطيرة والجاني والكرة هاي الإعادة للكرة الأخيرة رمية التماس في المستقبل داخل منطقة الجزاء. على القائم الثاني ترجع بن حرس لمسة كانت معودة مع الوانتو، خطيرة كرة تصويبة وحرس البارم. والإعادة مشاهدين الكرام بلمسة إلى الموحلي يبحث على الحلول، يعود من جديد التوزيع، يحاول التمهيد لفريق الترجي. السلام الجبري يحضر الحمروني، محاولة التسديدة من رياض ترضية دائما الترجي، وهذه للتوزيع التونسي عزوني الكنترول التصويب حلول على الساق اليمين. التصويبة كاس كانت خالط الحارس زياد الغانمي. خليات الحمروني يقترب من جسد الزايد ممتاز حارس سلام. افتتاح نتيجة في هذه المباراة امام مستقبل القصر. مرة أولى تم التسديدة لكن في القائمة الثانية وأمان العبدلي واحد ضد واحد يتعدى ريان العبدلي التمرير الدربالي ثم التصويب. الهدف الأول للتسديدة الأخيرة كانت من لاري العزوني. لا التمويه يحسب من الدربالي، يخلي كرة لاري عزوني يصوب يعني لعب صحيح قعد برشا ما لعبش، لكن ديما على التسديده من لاري العزوني يسكن الكره الشباك. قلنا صعيبه مخادعه تتغير النتيجه وكيف سيتعامل سمير الجويلي. العاشوري ما فماش تسلل، كل حكم المساعد الاول العاشوري موجود في الواحد ضد واحد يتعدى العاشوري. محيط القرقني اولمبيك سيدي بوزيد، وهذه كره ممتازه سريعه وممتازه جدا. سنشاهد الاعاده تعود من جانب الترجي التونسي، ياخذ الكره الجبري يصوب التسويب للجبري في تاثير الكره، يعني تلا صعبه لحارس المرمى زياد الغين. يعني كما قلنا هذه كره من جديد للاري العزوني يبحث على التسديد ثم يخير يلعب بن علي في اتجاه اشرف الجبري وتابع العمليه والحكم مجدي بلغه. دربالي يتقدم الدربالي ثم يرجع به الى الجهه اليمنى بن علي او الجبالي بنقله الى الثاني، لكن موجود دائما بن محمد. ملعب ممتازه التمريره في اتجاه اشرف الجبري رجعها الريتريك. جبالي داخل منطقه الجزاء ينجح في المراوغه التمهيد في مراوغه ثم التسديده والهدف نفس اللاعب الجبري يمضي على الهدف الثالث. يحاول يعمل مراوغه ينجح، ثم محاوله التمرير في جبالي صراحه كانت غايبه من دفاع المستقبل هذه بالقصري. حقيقة ولا العبارة ممكن تتقال باللغة الفرنسية. يعني نشوفوا أشرف الجبري ممتاز جدا، ياخذ الكرة يدخل من تحت ال 18. معتز أبو القاسم يعمل الحركة الفنية عملها القصري. كانت ليه تجربة زادة مع الشباب هذه القيروانية والملعب الجابسي. يعني المدرب سمير الجويلي، وهذه كرة على مستوى الجهة اليوم للإكني، وهذه الركلة من الحمروني وزع ترجع كاملة. هذه التوزيعة من بوزيان تقريبا على من الهداجي في تصحيح اللقب اللي حط في الاسباس. الشوط الاول وامامكم التمريره تقريبا بنسبه 90%. هذا الهدف الرابع للترجي. عزوني مره اخرى ثنائيه للاري العزوني، توزيعه امامكم ولاري العزوني اسيست من بوزيان. كما قلنا التوزيعه موجوده حاليا على ارضيه الملعب بالنسبه للترجي، مش تكون موجوده في الديربي. يمكن مع الاولمبي البيجي يتعدى قدام، وهذه كره داخل منطقه الجزاء تصويبه والهدف الخامس على الكره والانطلاقه لفريق الترجي الرياضي التونسي. وهذه كره من كلوار اليمين التمهيد التمرير ثم يصوب الى على حارس زياد الغانمي. هذه الانطلاقه والجمله التكتيك احسن ما يكون. وجه العيساوي ليمضي على الوجود داخل منطقه ال 18. الترجي الرياضي التونسي سبعة لاعبين باش ياخذوا مكان ستيتي. التوزيعة 30 سنة لهذا اللاعب وسط ميدان السيتي بلمسة لاعب التونسي محمد الموحلي في التمريرة اللي رأينا العملية الفنية. محمد الموحلي مرة أخرى التمريرة، لكن هنا فما التسلل. العيساوي وجدي قدم، وجدي يلعب مع لاري العزوني، وصل قصايم المحترفة لكرة القدم. هذه التوزيعة في القائمة الثاني والسادس. امامكم العمليه مره اخرى لياس بوزيان في التوزيع. قضاعي
في التدخل مع الحارس زياد. الوصول لمنطقة 18 ينجح في هذه اللحظات، وكرة خطيرة من جانب الترجي الرياضي من الكرة للترجي الرياضي التونسي، يسعى من أجل تسجيل في العديد من الكرات. ممتاز جدا اللاعب الدولي السابق. توصل